انا ما بلاش درت بحال هكا وارتاح. بلاش ضربي على البديه، ضربي على البديه. مع ورشة البيض لا داكشي شباب الله يبارك الله يبارك. بالزيت بالزيت دغري بالزيت. لا هي دارت لي هذا الكسكاس. لا شوفي كيجا عاوتاني. شوفي وانتي دابا العباسيه. لا جا لا وحنا العباسيه وما تخرج لنا هكا. لا انتوما هذا راه تيقولوا لي محسادين. المركز، هذا راه لا مغيارين. شوف كيطلع تبارك الله محروق من التحت. بلاتي نزيدو. والله الا نقولها على راسي الله يعطيني الدر اللي كنفوت السوايع. انت سهله. اسمع رابعة مخ الشيخ. مخ الشيخ يقدروا يكونوا كيقصدوا بهاد السميه ديالو، ولا كليتي هاد الاكل هادي غتولي عندك مونطاليتي ديال الشيخ. اليوم ما شاء الله حندير معاكم وصفه خفيفه وهايله وتجبنينا بزاف، هي مخ الشيخ. وفين هو المخ هنايا؟ قال لي غا ولاد الدجاج والقرعه مسكرفجه. بغي يحفظ النويطات ديال لي زالجيريان. وشنو هو القرعه؟ هايديك حبه قرعه تربيها. غير عمرو كشكيله خبزه وعلى الهوينه صوار خمراء كلاوي. تربيها في سكرفاج هكذايا في الخشين ماشي في الرقيق. هكا البصل المحكوك هي البصل المسكرفج، حيت كيحكوها في الاعداد ديال السكرفاج. تربيها في سكرفاج. كنكتشفوا الثقافه ديال خوتنا لي زالجيريان. ديروا الزيت، ديروا الثوم، ديروا القرعه تاعي اللي كنت ربيتها هايديك هاهي. وفين هو المخ بنت الناس؟ رايحه تبان كما نعرفوا انا الملح فيه الماء، صحابي ندوك البيض ونبدا نخلط. يا والله ما يكون في هذه الوصفه هذه المخ. وليك الطبق تاعنا راهو جاهز، يعني شوفوا وصفه بزاف خفيفه وبنينه. شوفوا يعني كيفاش جا هذاك البيض فيه كاع يعني. نتمنى ان شاء الله هذا المخ الشيخ هذا ان شاء الله يعجبكم. غيتخوطر هذاك اللي تيشوف. خردوله بالقرعه خضراء. قلت لك غنزيدو هذه مومو في حجر امو، او مومو كرش امو، او مكفن في حجر امو، اللي بغيتي طلق عليها الرش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تعطيكم أمينة جاتكم إن غسات جديدة واسمها طاطا خديجة دزات على السمين. عاود فكروا عاود. يلا طاطا خديجة وزيري معنا. تعطيكم أمينة جاتكم اليوم بواحد لاغوسيت واسمها مكفن في حجر يماه. يلا حضري فينا بالمقادير يلا. مكفن في حجر يماه، مكفن في حجر يماه فيه اللحم، فيه لافيونداشي، فيه البصل، المعدنوس، الثوم، شويه حميصه، فلفل الحلو والقرفه، وفيه واحد العجينه. ايوا دير مقادير ديال المرقه. فين هو الكفن وفين هو المرحوم؟ في طاجين هنايا نديرو الزيت، نديرو اللحم تاعنا، نديرو البصل ونديرو هذيك قلنا مليح مليح ومن بعد نديرو لها الحميصه، يعني كيما الملقه البيضاء. طاطا خديجه راه غادي نطيحو النيف. فين هو المرحوم؟ فين هو العزو؟ طاطا خديجه. نديرو البصل نرميو عليه اللحم مرحي. اللحم البصل بعض المرات والله العظيم سي العالمي كتلقاي روحك مأطرو عليك هاد الفيديوهات، تعودي واقفه في المطبخ وتقولي نغاور نعدل بحالهم، وكتجيك ضميرك بحال خفتي تخالفي شي حاجه في الدين ما ولا في المطبخ. واحد كتب لك في الكومونتير ايه المجتمع ده. بصح السي دريس كاين واحد الجهه واحد المناطق عندهم اللي شويه قراب للطياب المغربي شويه، كيما نقولوا النواحي ديال بشار وداك الشريط الحدودي. أدرار تلمسان ولكن شويه غير شويه راني ماشي كاع حتى قراب شويش للطياب المغربي، قراب غير شويه ماشي بزاف. منطقه حدوديه واصلا كان تابع المغرب. وغنشوفوا الضيف اللي معنا مريبو منصور. خلعتيني راه من قبيله وانا كنهضر وما سمعتونيش. منصور ايوا هبط. السلام عليكم. اي والله كنت غنهبطك. وعليكم السلام. راكم بخير؟ اللهم لك الحمد.
بصح راني نشوفكم عممتوا كاع الطياب الجزائري انه سيء. لا احنا ما قلناش سيء، احنا كان بالعكس السيد معنا ما شاء الله مشى الجزائر قال لك عجبو الاكل الجزائري، كان وصفات اللي عمره ما كان بحالها، فاش شفتينا عيبنا حنا كنتفرجوا. لا شتا قال شوفه مريم قبرك شوفه 3 ايام فوتها غير فرماج وخبز. لا خليك من هذاك ديال الفتنه، ولكن كان معنا اخر صحفي قال لك انا مشيت تما. اصبر مريم، اصبر مريم. الجزائري راك حاصله عندك حبه كومونبير ولا ما كاش؟ والله ما سمعتك. الكومونبير راه عندك ولا ما عندكش؟ خانز وبنين. الكومونبير عندك؟ موجود عندكم انتم ثاني. هاني نسقسيك نورمالمون عندك ولا ما عندكش؟ انت راك تعرف الجزائر خير مني. هاي صحه والله بغيت نسقسيك نورمالمون. انت وين تسكن في الجزائر؟ واش من ولايه؟ نسكن في وهران انا. وهران. كاش مره سييت هذا الزفيطي ولا ما سييتيش؟ لا الزبيطي ماشي من عندنا، الزبيطي شويه الشرق. على بالي في الشرق. مي واش فيت لك كليتي ولا ما كليتيه؟ لا في حياتي ما كليتهاش. والدباره البسكريه حتى هي؟ دوباره بسكريه ثاني ما عندناش هنا في الغرب. بصح كاين اللي ريستوري يطيبوها اخويا، كاين الوهراني، كاين اللي ريستوري يطيبوها في وهران. الزبيطي والدوباره ما كاش في الغرب، ما في لي ريستورون في الغرب. صح لا اسمح لي اخويا، اسمح لي وهران بلاتي هشام، اللي ريستورون هشام نعطيك لي ريستورون اللي يطيبوها. يا هشام لا كان تعرف انت وهران خير مني هذيك حاجه. يا منصوره صح دابا انت كمواطن جزائري اعطينا النهار تاعك اليومي، نهار عادي، فقت على الصباح الفطور الغداء العشاء، 3 الوصفات خيرهم حاجه مليحه. هيا اتحفنا. هيا نعطيك شكليت اليوم انا. هيا روح مليحه هذه. هيا الفطور باش بديت. صح كليت. شوف الحريره احنا عندنا في الغرب ناكلوا الحريره احنا عملنا. وي اولا معاش بديت الفطور هذا؟ معاش تقريبا احنا الفطور نبداو بالتمر والحليب. كيلور تقريبا وقتاش؟ نبداو قيس المغرب احنا كيفاش رانا صايمين كيفنا كيفكم. لا خلي على الايامات العاديه. وقتاش تفطروا نورمالمون؟ نورمالمون رانا صايمين كيفنا كيفكم. لا فوق من بعد رمضان. وقتاش انتم العاده تاعكم انتم في آه. المغرب. اسمعني، انتم في المغرب العاده تاعكم والعاده تاعنا ماشي كيف. خلينا من المغرب رانا نحكيو عليكم. نفسر لك غادي نفسر لك. يا منصور انا احترمك خلطيني مجال للكلام هذا. والله شوف انا ثاني نحترمك على راسي وعيني. اسمعني دقيقه. دابا انت فوت لينا رمضان ديباسي. في الايامات العاديه ما عادش تفطر انت نورمالمون؟ انا نفطر على 12. صح، هذه معلومه ركزوا عليها المغاربه لانها مهمه. الجزائري يفطر على 12. الغدا والفطور. صح لا الفطور عندهم هو الغداء. صح نيشان سمحوا لي صباح ما يا منصور يا منصور هشام عافاك خليه يكمل معايا. خليني نكمل انا والاستاذ منصور. يقول لك الانسان يتعلم غير يتصنت وصاي. اهضر انت نهضر انا. صح. حنا نسقسيوك نورمالمون الا عندك شويه الوقت توسع معنا خاطرك نفهموك. هيا فقتي مع 12 تفطر. واش هو فطورك؟ احنا ما نفيقوش على 12 الرجل الزين، احنا نوضوا بكري. نوضوا على 7. المهم الفطور على 12. انا نوض على 5 تاع الصباح. انا العمل تاعي نوض على 5 تاع الصباح. الله يبارك. هيا صح. قول لنا الفطور واش فيه نورمالمون كي وصلت ل 12؟ كل نهار وكيفاش، كل وصفه وكيفاش، كل نهار ومكتوبه. الا موين واش يكون زعما في المجموع تاعو؟ لا موين. انا انسان حوات. انا انسان تاجر سمك بالجمله. انا الاغلبيه تاع الوقت تاعي نبغي الحوت بزاف، ما عليناش. بصح كيما واخا لا سمحتي منصور ناخذ مواطن عادي جزائري عادي باش يفطر نورمالمون على كذا. كلهم الجزائريين في المنيو تاعهم متنوعين، ياكلوا كل يوم حاجه جديده. يعني مثلا انايا نعطيك معلومه، مواطن جزائري فقط الصباح. نعطيك المواطن البسيط. المواطن البسيط الجزائري. المواطن البسيط يوميا حنا عندنا الدجاج بسومه رخيصه عندنا في الجزائر. ارخص حاجه في الجزائر هي الدجاج. المواطن الجزائري يوميا ياكل الدجاج. يعني تفطر الدجاج يوميا في السيمانه ياكل الغلمي ولا البقري ولا حاجه ولا. بس الاغلبيه تاع الوقت ياكل الدجاج الجزائري. انا بغيت نسول على الفطور. الدجاج زين. كيفاش خويا؟
انا بغينا نسولوا على الفطور نورمالمون تفطر بالدجاج. راه قال لك وريني بروغرام يعني مواطن عادي. كاش بروغرام حنا ماناش في عسكر. انا بلاتي مريم بلاتي انا مواطن مغربي مشيت مثلا عند عائله سي دريس اسمح لي على كل حال، علاش انت عندك انت بروغرام في راسك شي تاكل كل يوم؟ انا بريسك تقريبا نعرف واش ناكل نورمالمون، ما كاينش فرق بزاف. انت تبان لك الزوجه تاعك تنفع لها دير حاجه نهار اليوم تسقسيك سي دريس واش راك باغي تاكل اليوم، طيب لك واش راك باغي تاكل. يا ودي لو كان بغيتي تجي غير على الهضره، انا كدريس نقول لك نفيق على الصباح نمشي للريستورون ونخسر بالك 7 أورو او اسمع يا استاذي الا جيتي غير لا يسمعني، الا كنا جينا باغيين غير نبانوا على بعضنا راك غادي تجي نقول لك انايا كنفيق على الصباح نمشي للريستورون نخسر 7 أورو 10 أورو باش نفطر. حنا الجزائريين عندنا كي نفيقوا الصباح، حنا ماشي كيما نتوما تاكلوا الصباح، نتوما تاكلوا البيض تاكلوا منا تحطوا كيما نقولوا صايركم كيما الفطور تاع الصباح. حنا الجزائريين ما ناكلوش الصباح، حنا نشربوا قهوه حليب مع كرواسون ولا صح. هذه هي الفيقه تاع الجزائري. صح، هذه انا اللي نحوس عليها راك وصلت لها. دونك انت ديماري الصباح نتاعك بقهوه حليب وكرواسون صح؟ كاين اللي يبغي كاين اللي يبغي دوك لي جان كاين اللي يدخل القهاوي، كاين اللي يبغي يضرب جو دبانا كيقول هادشي يبغي، كاين اللي يبغي الصباح ياكل ساندويتش، كاين اللي ما يبغيش، كاين اللي يضرب قهوه حلاوه يخرج يروح يخدم، كل واحد وكيفاش. وهذه نورمالمون ديبار ديال النهار اصلا راكم ديباري هذا على يجيكم العصاب باسكو اسمعني خليني نشرح لك يا استاذ منصور. اشرح لي حياتي انا عاوتاني نسقسي تسال فيا اشرح لك حياتك باسكو راك باين نهارك غلط. انا عايش حياتي انت تعيش لي حياتي ما كاش مشكل تسال فيا. يا استاذ منصور ها بشويه باش نهضروا شويه وتسال وتجاوب في بلاصتي. خلينا نجاوبك غير على النقطه بعدا. انت كي غادي نسمع لك مليح ومن بعد نقول لك انا شكاين صح، ونخلي لك انا الكلمه وما نزيدش نقاطعك. هاي صاي خليني نتكلم ومن بعد نعطيك الكلمه. دابا انت كي تفيق على الصباح تبع مليح، انت كي تفيق على الصباح تدي كرواسون وقهوه حليب نورمالمون انت المعده ديالك راهي ديماريتيها. راه عندك الحس يا استاذه، ما عرفتش الحس عند من نورمال. ماشي عندي الحس ماشي عندي. لا عندك اغلق المايك ربي يحفظك دقيقه. غادي نغلق لا تيلي وصاي ماشي مشكل. لا اغلق المايك نورمالمون كان خير. ودروك عندي الحس عندك اغلق المايك اغلق المايك. يا ربي يحفظك. صح مليح كيما هاك. دابا انت كي تفيق على الصباح وديماري بقهوه حليب وكرواسون، هاد الديماراج ديال نهارك ما عندكش حتى الانرجي لا باش تخدم لا باش تكون انسان سوي. علاش؟ لان المعده ديالك هنا راك انت ما عندكش ثقافه ديال الغذاء. نعطيك غتجي تقول لي مثلا انت مغربي تبدا بالخبز مثلا واتاي والزيت، هذه خير مليار في المية ونشرح لك علاش. اولا كي تجمع الحليب مع القهوه هذا لا يجوز صحيا وطبيا، غير موجود. لان الحليب اصلا انتم الشعب الاكثر شعب في العالم راه يشرب الحليب حتى ولو انسان عاقل، باسكو سور لو بلان ميديكال ولا كيما نقولوا حنا طبيا لا يجوز للانسان انه يشرب الحليب هو انسان كبير، باسكو الحليب فيه واحد الماده سميتها اللاكتوز، وهاد الماده ديال اللاكتوز ما ديغراداش سور لو شون. يعني انت كي تشرب الحليب كانسان عاقل في التعامين هذاك الحليب ما يديغراداش بزاف. الناس دابا اللي فاهمين شويه في الحليب كيمشي للسوبر مارشي ويدوموندي حليب سون لاكتوز. علاش؟ لان الدري الصغير كي تزاد من كرشمه عنده واحد الانزيم كيخلقوا ليه الله تعالى ملي كيتزاد سميتو اللاكتاز. هذا الانزيم هذا هو المتخصص في الديغراداسيون ديال اللاكتوز اللي كاين في الحليب. يعني انت كانسان عاقل كبير تشرب الحليب يقعد يدور في كرشك بوندون 4 جور باش يهود من الاطناع عشاري. يعني انت تكرفس المعده ديالك تاخذ بالك وقت كثير وكبير بزاف. هذاك الشيء علاش راكم معصبين. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه واش هي؟ هو الكرواسون. الكرواسون هذه واش فيها محلول هذا السكريات زايده بزاف. يعني انت كي تبدا صباحك واش تبدا به؟ كي تهبط الحلاوه بواحد دوغري كبير على القاعده العامه وتزيد عليها محلول قاعدي اللي مشروك فيه 2 الحوايج اللي ما يحملوش بعض، هنا راك ديماري انت كمفاعل نووي. يعني انت علاش مواطن جزائري ديما يديكلاري معصب وراه مديرونجي وهذا؟ باسكو الديماراج ديال نهارو ما صحي. انا ننصحك كمواطن تاخذ كسره تاع خبز وشويه زيت واتاي، والله العلي العظيم الى خير لك مليار في المية. والمشكل الكبير وين راهو؟ انتم هادو خديتوها عاده سيئه على الفرنسيين.
دابا الفرنسي كيف يفيق على الصباح راه يديماري بالبيض ولا يديماري بالاومليت ويديماري بالعصير، وكيدوز واحد ساعتين ثلاثه يقعد يجيب عليها كرواسون ولا يجيب عليها ادريس كتعطيو مصر قطوراتنا كتقول لي فطر بزيت العود والخبز. لا بلاتي، لا بلاتي، يعني انت بلاتي يعني انت على الفرنسيين ما خديتيش هذيك البلا برانسيبال ومشيتي غير شي حاجه سكوندير. نورمالمون انت الا كنتي باغي تمشي كيما الفرنسيين وتاكل كي الفرنسيين لازمك تبدا بالبلا اللي كيبدا به الفرنسي. يعني هو كياخذ فطور متكامل، معروف على الفرنسيين كياخذوا فطور متكامل من البيض من العصير من شويه ديال النشا من هذا المكسرات، وعاد كيدوز واحد الوقيته كياخذ القهوه ديالو ولا ياخذ معاه بتي بان ولا شي حاجه. يعني انت كديماري بهذا الفطور اوتوماتيكمون راك مديماري فوس. ونزيدك حاجه اخرى في جميع العائلات، وانا شفت واحد المره وانا باش ما نطولش عليك، هو انني شفت سقلاب واحد المره دوا على هذه القضيه هذه، قال لي حنا لي زالجيريان نديماريو معطلين. قال لي انا خدمت في السعوديه مع المصريين، قال لي المصريين يديماري على الصباح يحط طابله هذا كاع هذيك الماكله عندهم هذاك. واحد الدقيقه، شكون اللي طلع دويان؟ شكون هذا الجنس اللي طلعوا الاخوان؟ انا بحال هذا اللي يدير البروفيل ديال شي حد اخر ما يطلعش. هذا داير تصويره ديال المدام ديالي هذا نورمال. ايوا احسن من شكون يطلع، احسن من حسيبه. معليش لهذا الجزائري باش نعطيك المعلومه، اولا النظام الغذائي ديالكم غير صحي والديماراج ديالو غير صحي. هذه باش نعطيها لك فكره، لان البلا ديالك هذا اللي شرحته لك انت لو كان تاخذو تميلونجيه وديرو هكا ودير عليه التحليل غتلقاه غير صالح للاكل وللمعده وما يديكراداش في المعده ديالك. هذاك الشيء علاش نظامكم الغذائي هو من بين اسباب العصبيه اللي انتم تعانيوا منها بشكل مفرط لدرجه السبان وتطياح نورمال. غير باش تاخذها فكره. تفضل. سي دريس، لهذا عندهم هما مشكل ديال القبض كامل. هاد الدوله كبيره بصغيره ديال القبض راه دوزوا لهم في الاشهار ولا عادي. كيف لازم نتكلم انا. روح تفضل. الله يزيد فضلك صحيت. شوف انا في عمري 50 عام نوقف قدامك نبان صغير عليك. الحاجه الاولى، الحاجه الزوجه، شوف انا نتقهوى بالحليب الصباح ونتقهوى بالقهوه ونوض على 5 تاع الصباح. لو كان توقف معايا في الخدمه ما تنجمش توقف مون باسياتين معايا حتى في الخدمه. اخي منصور تسمع فيا وانا الحمد لله. قلت انت كدير الصيد البحري، شنو كدير لا كروند بيش؟ لا انا تاجر سمك بالجمله. تاجر سمك بالجمله ما عليناش. شوف انت السي دريس، انت راك تعمم الموضوع، تعمم مع استاذ بعد من شخصنا انت بعيد كل بعد. وشوف الا غادي تدخل في الفوارق الاجتماعيه، الا كان غادي تتكلم غير انت وحدك السي دريس، لا بعد على الشخصنه، توقف قدامي ما الخدمه ما معليش ماشي مشكل. اصبر استاذ استاذ. انت راك انسان مقلق، انت ما تخليش الناس يعرفوا. ماشي مقلق، راك تشخصن فيا انا راني ناقش معاك موضوع وانت راك تهاجمني. ولاش راك تزعف قدامي نبان عليك صغير قدامك. ما كاش اللي يزعف، ما اناش نزعف ورانا نهضر. لو فوتني انا ناقش الفكره، علاش ناقشني انا؟ راني انا وياك نهضروا وما راك نهضروا. انا راك تناقشني وانا راني نناقشك. لا ما فوتني انا، ما تجيبش ما تهضرش عليه هو ما هضرش ماشي تقول الجزائري على حاجه. انت تقول الجزائر فيها 2 ملايين كيلومتر وفوقها. الجزائر كبيره بزاف، فيها تنوع الاطباق. ثاني المساحه عاوتاني كرهتونا. انا تنازلت على الورث ديالي غير على هذه القضيه. لا اله الا الله محمد رسول الله. الا كتكلموا انتم كاع يقول لك شوف الانسان كيبغي يهضر يتصنت لخوه. الا كنت ما تصنتوش للناس علاش طلعوهم معاكم؟ روح تفضل كمل. خذ راحتك، ما يقاطعك حتى واحد عين بلا ما تقطع عيني. ما عندكش علاش تقطع عيني. انا حر كما نبغي. لا يمكن خذ راحتك. تفضل. الله يسلمك اختي. حنا عندنا الاطباق الجزائر تتنوع من جهه الى جهه، من الغرب للشمال للجنوب. حنا عندنا اطباق متنوعه. كاين في الشرق كاين اللي ياكلوا الصباح وكاين اللي ما ياكلوش. كل جهه وكيفاش تقول. كاين جهه في الجنوب ياكلوا، كاين في الشرق اللي ياكلوا مع الصباح، كاين اللي لا ما ياكلوش كيما حنا عندنا في الغرب الاغلبيه ما ناكلوش. جهه تلمسان وكاع كاين اللي ياكلوا مع الصباح. حنا الاغلبيه نهضروا اون جينيرال الجزائري على 12 ياكل.
حنا عندنا الروبو تاع كاع المؤسسات الجزائريه والامم الشعبيه نورمال على 12 يفطر. تجي 12 عندنا 1 اور دو روبو، ما في المؤسسات العموميه ولا في المؤسسات الخاصه على 12 الجزائريه يتوقف عن العمل، يتوقف عن العمل باش ياكل ويعاود يديماري الخدمه تاعه للوحده. هذا هو الجزائري. انت تقول الاطباق، انت تقول باللي جينيرالمون الجزائري شي ياكل. حنا ما عندناش منيو تاع عسكر قال السبت شا ناكلو والحد شا ناكلو والاثنين شا ناكلو والثلاثه شا ناكلو، ما عندناش كيما هكا. كل يوم كيفاش، كل واحد شا ياكل على حساب المقدور تاعه الشرائي وعلى حساب الميزانيه تاعه وعلى حساب اذا كنت عندك انت لاباس بيك تنجم تاكل غايه، اذا كنت انت انسان قليل تاكل على حسابك. وهذه جينيرالمون في كاع الدول العربيه امام المغرب كاين ناس ياكلوا لاباس بهم ياكلوا لاباس، وكاين شي ناس ياكلوا على حسابهم. بصح باش تقول باللي الجزائر ما فيهاش هذه الجزائر الجديده. كيفاش اختي؟ يا بنت العنبرتي خلي بنت قيتقاط. ماشي معاك تحلي انا ميكم. ما عليناش اختي. دروك الاطباق الجزائريه تتنوع كما الاطباق المغربيه تتنوع. حنا في جهه الغرب لازم لكم، حنا في جهه الغرب الاغلبيه تاع الاطباق كما نقولوا من وهران وروح، والاطباق المغربيه كيف كيف. تجي لوهران تاكل كيما المغرب، تحسب روحك راك في المغرب. تروح للشرق وتونس كيف كيف. تروح للوسط عندهم اطباق مميزه تطبعهم تاع الوسط. هي الاطباق اللي عندنا كيف كيف ومشتركه بيننا وبينكم. قول لنا لا بحالاش كيفنا بحالاش ما عليناش بحالاش ما كاش مشكل. انتم شنو هو انت اللي قلتي بحالنا؟ شنو اللي عندكم بحالنا حنايا كتاكلوا؟ انتم عندكم البسطيله حنا عندنا البسطيله، انتم عندكم الحريره حنا عندنا الحريره، انتم عندكم طاجين الزيتون حنا عندنا طاجين الزيتون. لا يا اخو لا اخي طاجين خويا دريس العالمي ورينا طاجين الزيتون ديالهم. الله يعطيك السر يلاه وريتيه لينا. كيف يا اختي يا سنتي كاين تشابه لا تسد المايك، سد المايك ديالك من صوت دقيقه، سد المايك ديالك طاجين الزيتون ديالك. عطوني مساحه باش نهضر. واش شويه لاباس كدوز اللي بغيتي تقول مساحه كتقول بحالنا بحال كتقول طاجين الزيت. ورينا سيدي طاجين الزيتون ديالهم. شوفي التصنيف تاع اسكت حتى غتشوف طاجين الزيتون ديالكم. واحد طاجين الزيتون. لا هما يا غير مريبو غير بشويه ما تعصبيش. هما عندهم طاجين الزيتون بالدجاج وحنا عندنا طاجين الدجاج بالزيتون. لا حنا عندنا طاجين. لا ولكن المرقه بيضاء، المرقه بيضاء يجي قارنها لينا يقول لي ما عندناش الهضره مريبو. واش انت الهضره بالفلوس؟ لاش تقربوا خلونا نهضروا. عطونا مساحه خلينا ما يدوش اللي بغى علينا اختي. خلينا نهضروا. علاش تكون ورينا السيدريس طاجين ديال الزيتون. غنشوفوا لا مريبو راك نتصور عندنا ها طاجين الزيتون. السلام عليكم. سواشرت 1540. اليوم انا درنا دي بلا شويه مختلفين. ها طاجين الزيتون بلون بيض عندنا الحريره عادي. دابا هادي ريستورون في الجزائر دايره طاجين الزيتون وحريره. ريستورون سواشرت 1540. اليوم انا درنا دي بلا شويه مختلفين. ها طاجين الزيتون بلون بيض عاوديك. عندنا الحريره عايديك. درنا الحريره اليوم لابليبار تاع الناس كانوا صايمين. السلام عليكم. دابا الابداع في الجزائر كامل. تدخل لريستورون عندك الموني فيه هاد الزيتون هذا تقريبا ماشي مقادير كيما تقول مسلق هذا نورمالمون ما يدوش لي كاع ما يهوتش نورمالمون، وتزيد عليها حريره نورمالمون. هذه حريره تاكل انت، هذه هي الحريره عندكم نورمالمون. انت غادي تقول عليها هذا هبط كاع ساهم مشى في حالته. يعني هاد غادي تدخل السلام عليكم الريستو هذا هو الموني اللي كاين عندك في هذا الريستورون. هذه هاد المرقه بيضاء انا ما عرفتش كيفاش تدوز نورمالمون. يعني الا كانت عندك القابليه تهبطها مع كرشك انا برافو عليك، باسكو نورمالمون انت راه عندك امعاء تاع ديناصور ماهيش امعاء ديال واحد عادي، بحال الامعاء ديال هذاك الخنزير اللي كانوا جابوا المغرب، الامعاء اللي راكم تدويو عليها. المهم انا يا الاخت العياشيه والاخوات والاخوان نبغي نحييكم. مرحبا بك اخويا. الشرف الكبير شرفتينا اليوم. مرحبا. لا بالعكس والله الشرف ليا الشرف ليا. الشرف لينا بلاتي ما تمشيش تشوف الخبز اللي كيكرموه. ها هو جا الجنرال برك. واحد الحاجه بغيت نقولها للسي دريس الا ممكن. سي دريس جا الجنرال نهضر قبل ما يتكلم الجنرال يقول قاطعتوني.
نتكلم قبل ما يتكلم نوريكم الجنرال. الفيديو ديال ما لا تحضروش على الجنرال، ما تحضروش. هو تيحقر عليا انا جميل. انا مريم خاصني انا وياه ما كبريني. نتلاقاوش في نفس الكيس. مريم خلينا نقول واحد الكلمه للسي دريس. قولي عاد بما كبرني انه قولي، أنا ما لا نهضرش. بما انه جا اللايف ديال السباعيه، كنتمناو دائما الزياره ديالو تكون في اللايفات الصغار، يجي ويحضر لهم باش هذوك اللايفات هما يطلعوا شي شويه ويجيو المتابعين ويتعرفوا عليهم. يعني الزياره ديال السي دريس والناس اللي عندهم منصات كبيره مره يطلعوا على المنصات الصغار ويروجوا لهم. وشكرا السي شخصيا دريس. انا بالعكس انا مرحبا والف مرحبا على راسي وعيني. او السباعيه ديما انا الحاجه الوحيده الاستاذه السباعيه ما نبغوش نطفلوا حنا على المواضيع ديالها بحكم نحترموها. خويا اش من موضوع عندنا كاتبه بسميتي هي الوالده ديال عبد القادر. عبيره لا حتى عبيقه ما العبيقه اختي كاتبه بسميت سولها الجنيره. يا غير لا انا بغيت نقول هي بقات من جانب المزحه فقط، انك عبيقه ولا مقارن اسمه بالسباعيه من جانب الضحك فقط. اما راه اي واحد راه يتكلم في اللي بغى. لا والله بغينا ان شاء الله السي دريس نديروا عندك موضوع على العشريه. مرحبا. انا لا اخويا دريس اذا سمحتي لي، انا بغيت غير نحيي السي الهواري. كنطلع عند ابي طالب، اسمع طلع عند ابي طالب الهواري. ومهم قلت لابي طالب هو القضيه ديال القطار ديال غرجبيلات وديال المسائل الجيوستراتيجيه. هو الاستاذ هواري احد المحللين الكبار وغادي يتقدم هواري على الدزوار ياك ما كان ينافيكي. وابي طالب قال له تفضل السي هواري. باش عجبني الهواري والله ما حل المايك. هو شرفوا قال لي السي الهواري ومسكين طمع في هذيك. بيعتي العجل. تحلاو لنا في هواري، تحلاو لنا فيه. مريم سيري. بسم الله. من مادة أولية كانت تم في الأمم وكانت الناس ما عطي تحت قيمة وباللازم فكرنا الحمد لله لك يا ربي. استعملنا المادة تاع الخبز هذه ولينا نجيبوها كمادة أولوية، نطحنوها ونستعملوها كفارنة وخدمنا بها أنواع تاع حلويات. وفقنا رب العالمين حنا ولا في أي بلاصة نكونوا ناس نعطوهم الحفرة، نعطوهم كما قال لك والحمد لله كما راكم تشاهدوا عندنا انواع مختلفه تاع الحلويات. بالك عندنا 30 35 نوع تاع حلويات كلها من الماده الاوليه اللي ذكرتها هي الخبز. الظاهره هذه تاع التبذير رئيس بروحو ديموندير. مثال الكلمه اللي قالها وزعزعتني، قال باللي التبذير تاع الخبز هذا كانه راك تحكم $1 وتشعل فيه الزلاميت. انا هذه الكلمه قاستني، حوست باش ندير نتيجه. ياخذ الفكره بعين الاعتبار. يدخل فيها مكون الخبز اليابس. الخبز اليابس نعملوه مع الكاوكاو. والله العظيم صدقوني الاخوات، جربوا هذه الوصفه ان شاء الله وتدعيوا لي وتبداو تعتمدوها. تجيب بنينه بزاف، لا من لاباط ولا لا فاس تاعها، تجيب بنينه بزاف. مانيش عارفه هذاك الخبز اليابس ربما هو اللي عطى هذاك الطعم، ولا تجيب بنينه. ما تحسبوش بلي راكم تاكلوها بالكاوكاو، تحسبوا راكم تاكلوا بقلاوه باللوز. انا جو نفو با ديناتوري هذاك الكادو، نخليها على اصله الحقيقي. نخدمو باللوز والجوز مثلا بقلاوه جوز وزوز، نخليها على اصلها الحقيقه. نديرها كاوكاو، اسمح لي الذوق يتبدل. انا بالنسبه لي نبدل اسم، ما توليش بقلاوه. ولكن واش تولي كي ما توليش بقلاوه؟ اعطيها اسم حدا باش ماشي. انا مالك يكون جوري مثلا تقول لي بقلاوه بالكاوكاو، نقول لها لا ماشي بقلاوه. مريم هي ملي وصلت الحلويات بالخبز كارم هنا حبست نورمال مباركه. ما ايوا انت كتشوف اودي انا طالع باش نقول لك واحد المعلومه نزل ادريس. هذاك المحافظ ديال البنك المركزي الجزائري واش كان خدام السيفي ديالو واش فيه، كان خدام مدير مركزي في الشركه اللي كتنتج الشمه. والله العظيم الشمه وزلاميط. والله العظيم. الله يلا كارم. قلب عليه في السيفي ديالو.
جنرال ما تنساش غدا راه عندنا لايف مع سي تيجاني مع مورا التراويح ان شاء الله. ان شاء الله الله يسر الامور. يلا اختي السباعيه. السلام عليكم مريم واختي مريم. المهم اخويا الجنرال ما شديتي شي ورد عندك تنسى. انت متابعاني ذاك الورد ما غنشدوش السباعيه. المهم انا راه ما الا شديت والله نشدو حتى نعطيك مضمم دوك الحوانت. انا باغا حامل ديالها مضمه. شوش حاملها ولا تابعك. انا طلعت نقولها معلومه معلومه وغالي زعما شنو اللي دخل الحمام بحال الخروج ولا غادي تجلس تما تقول لنا رايك في اعاده التدوير ان كيف الجزائريين يمتثلون لاوامر السيد اللي كانوا مقتصدوا في الخبز. الخبز اليابس ايه هما داروا حلوه. الجنرال راه واكل منه. راني واكل منه. حنا كنا كنحسبنا بلي حنا مراضعين معاهم في حليب الحضا. صدق حليب الحضا جاي من اوغندا. والمشكله حتى ديك اللي مشاركين معاهم الملح ما غادي نبقاو نشاركوا معاهم الملح، ما بقاش عندهم الملح اللي غنشاركوا معاهم. دابا المسوس لا خبز لا ملح. هما الخبز راهم ياكلوا الخبز اليابس، الملح ما كاينش. في خبارك بان كان السي ادريس قال واحد المعلومه بغيت نصحها له، قال لك بان كان 40 ماده نادره في الجزائر من ذوك المعادن النادره، راه ولات 41 ادريس زاد الملح. يلا تحياتي الاخوان وصحه مبروك رمضان. ما شفناكش اخويا، مبروك عليك رمضان. علينا كاملين.